صباح الفل عليكم. النهارده تقريبا 10/6 وفات تقريبا 6 شهور من اول السنه لغايه دلوقتي، فحبيت ان انا لازم اعمل مراجعه لنفسي كده. كنت عملت لكم حلقه في اول السنه ازاي الواحد يعمل خطه للسنه الجديده والمحاور اللي الواحد يشتغل عليها عشان خاطر يطور في نفسه او تبقى سنه احسن من السنه اللي فاتت. فعشان تعمل اي بلان ناجحه لازم تكون زي ما قلنا في اول السنه، لازم تكون محدده، لازم تكون منطقيه وواقعيه، ولازم تعرف تقيسها بشكل او باخر. زي ما بيقولوا بالانجليزي سمارت اوبجكتيفز، فهي سبيسيفيك يعني محدده، ميجربل يعني تعرف تتقاس، اتينبل يعني تقدر مش خياليه، يعني رياليستيك برضو نفس الكلام، منطقيه، وتي يعني تايم باوند يعني مربوطه بمواعيد محدده. فده كده الخطة. اي خطة في العالم لازم تبقى بينطبق عليها القواعد او القوانين دي. واحنا كنا قسمناها لكذا محور في اول السنة. اول محور طبعا المحور العملي اللي هو له علاقة بالشغل، وممكن نقسمه الى شغل واستثمار وبزنس وكل الحاجات الحلوة الجميلة دي. واقدر اقيم نفسي انا في الحتة دي بنسبة 8/10 هقول. يعني ليه؟ عشان انا عندي كذا محور بشتغل عليه. عندي المحور الاولاني محور وظيفتي، فاقدر ادي لنفسي برضو 7 أو 8/10. عندي قناة اليوتيوب الحمد لله مستمر، ودي حاجة حلوة، فاقدر ادي برضو لنفسي 7 أو 8/10. وانا برضو من الناس اللي بتبقى قاسية شوية على نفسها في التقييم، او قاسي في التقييم عامة في كل حاجة ومع نفسي خاصة. من الناحية الاستثمارية اقدر اقول ان انا كنت ادي لنفسي 8/10. ليه؟ عشان انا حسنت نفسي. كنت دايما انا من النوع اللي بحب استثمر في حاجات في البورصة مثلا، ولكن كان دايما عندي مشكلة شخصية ان انا عاطفيا متسرع، ما بصبرش، دايما كده ما عنديش صبر ان انا افضل في السهم او افضل في الاستثمار بتاعي ده مدة طويلة. الحمد لله تخرجت من مش هقول استثمار، هقول عقار كنت انا داخل فيه بقالي فترة طويلة، يمكن بقالي داخل في 10 سنين من 2017. قررت اخيرا ان انا اتخرج منه. ليه؟ عشان مش هقدر استعمله. حسبت ان العائد اللي بيجي لي من وراه العائد الايجاري غير كافي تماما، وان السوق دلوقتي مش في احسن حالاته. كنت ممكن اجيب ديل احسن من الديل اللي انا عملتها. ممكن كنت اعمل لي مثلا 10% زياده، 10 ل 12% بالكتير زياده. طبعا عامل الوقت بالنسبه لي كان عامل مهم. ليه؟ عشان النهارده العوائد انا قلت هستفيد بالفلوس، والفلوس دي اقدر اخدها واعمل لها استثمار في اي وعاء استثماري هيقدر يعوض لي فرق الفلوس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، ال 10-15% دول في خلال سنه. وهو دي اللي انا اقدر ادي لنفسي فيها 8/10، ان انا قدرت الحمد لله ان انا اخش في اول السايكل بتاعه البورصه المصريه السنه دي. يا رب تكمل على خير. وقدرت اعمل في المتوسط حوالي 7-8% في اول 4-5 شهور، ودي مش اداء وحش. كان ممكن اعمل احسن، طبعا كان ممكن اعمل احسن. برضو عرفت ان انا اهدج جزء برضو من الفلوس المصري دي الى عمله اجنبيه او دولار، عشان خاطر احمي نفسي برضو من التذبذبات اللي ممكن تحصل. فدي برضو كانت خطوة معقولة. عشان كده ادي لنفسي في الناحية العملية او الناحية الاستثمارية 8/10، والناحية العملية اللي علاقة بالشغل 7/10. نخش على الناحية الشخصية بقى. الناحية الشخصية كان في شوية حاجات كده انا حاططها لنفسي، مستهدفات ليها علاقة بتطوير النفس او بالسيلف ديفلوبمنت يعني، ولكن ما نجحتش قوي فيها. اقدر ادي لنفسي 6/10، خصوصا الناحية الرياضية. يعني الناحية الرياضية انا فشلت فيها بشكل كبير. ليه؟ عشان خاطر مش ملتزم في الاكل ومش ملتزم في الرياضة. فحدي لنفسي 5 أو 6 بالكتير قوي، بلس ان انا تخنت شوية، فبرضو دي من الحاجات اللي مزعلاني شوية. كان في امور اخرى برضو كنت عايز اتعلمها السنة دي او اول 6 شهور او اشتغل عليها برضو من الناحية الشخصية. برضو ما قدرتش ان انا احقق فيها اللي انا كنت مستهدفه. برضو ادي لنفسي 6/10. فده المحور التاني اللي هو المحور الشخصي. المحور الثالث وده المهم جدا برضو، المحور اللي نقدر نقول عليه المحور الاجتماعي، اللي هو بينقسم الى نصين. جزء اجتماعي له علاقة بالاصدقاء والمعارف والزملاء، والجزء الاخر يتعلق بالاسرة. وهنا حدي لنفسي 8/10 او حدي لنفسي 8/10 على المستوى العائلي، وحدي لنفسي على المستوى الاجتماعي الاخر 7/10. طيب انا ليه بقول لكم النتائج دي؟ اولا عشان الواحد ما يبقاش قاسي على نفسه. الواحد لازم يبقى عنده زي ما بنقول كده يتقبل النتائج بجريس، يعني من غير ما تبقى قاسي قوي على نفسك،
عادي، انت بتحط لنفسك خطط ستريتشد شويه في اول السنه، في بعض الاحيان ما بتكونش واقعيه او بتحصل ظروف معينه في حياتك بتمنعك من انك تحقق المستهدفات دي بشكل او بالاخر، بس على الاقل انت حاطط لنفسك مستهدفات، ودي الحاجه الكويسه. ف بالعكس دي انا بشوفها حاجه كويسه. انا بشوف ان الواحد على الاقل حط مستهدفات، حتى لو حققت منها 30 40% فانت عملت حاجه انت ما كنتش بتعملها اصلا، عملت بروجرس او عملت تطور. الميزه برضو ان التشيك ان زي ما بنسميه، التشيك ان ده بيتعمل برضو في الشركات المالتي ناشونال مع مديرك لما بتكون بيتعمل لك تقييم على شغلك. التشيك ان الشخصي ده مهم جدا. ليه؟ انت بتقيم نفسك، وده اهم من اي حاجه. لازم يكون عندك الشجاعه، ولازم يكون عندك اصلا الفهم. انت سيلف كونشس. يعني ايه سيلف كونشس؟ يعني انت اصلا عارف تقيم نفسك، يعني بتعرف تبص لنفسك في المرايه وتقول ايه الصح اللي انا عملته وايه الغلط اللي انا عملته. في ناس للاسف ما عندهاش اصلا الحته دي، لسه ما وصلتش لهذه المرحله اللي انا بشوفها مرحله ده مبدئيا لازم تكون وصلت لها عشان تبقى ناجح في الحياه. انت لو مش سيلف كونشس او مش بتعرف تحاسب نفسك او تعرف تقيم نفسك، دي مشكله كبيره. فانا شايف ان موضوع المستهدفات السنويه ده بالنسبه لك هيبقى مهم جدا. ده اللي هيعلمك او هيحطك على السكه انك تبتدي تعرف تحاسب نفسك ازاي. وزي ما بقول لك حاسب نفسك بمعايير واضحه، انت حققت ايه، مش كلام مبهم، مش كلام بنسميه عام او سبجكتيف. لا، خليك بتقيم نفسك بشكل واضح وصريح. 1 2 3 كنت حاطط لنفسي ان انا انزل في وزني من 90 ل 80، نزلت ل 85، يبقى انا كده حققت 50%. كنت المفروض اطلع فلوسي اللي في البنك كانت المفروض تزيد من 100 ل 150 الف جنيه، كانت المفروض تزيد 50%، زادت 10 بس، يبقى انا كده محقق 20% من المستهدف بتاعي، وهكذا. فلازم تحول المستهدفات بتاعتك الى ارقام عشان تعرف برضو ايه تقيمها. لو انت مثلا مريض وبتعمل تحاليل بتاعتك، سكرك كنت عايز انزله مثلا، انا شخصيا كنت عايز انزل سكري التراكمي مثلا من 6.1 ل 5.5، ما عرفتش. كنت المفروض ابطل سجاير، لا، انتهى بيا المطاف ان انا بدل ما كنت بشرب علبه كل اسبوع بقيت بشرب علبه كل 3 ايام، وهكذا. فده بيقول ايه؟ لا، ده بيقول ان هو لا، دي حاجات انا فشلت فيها وفي حاجات تانية انا نجحت فيها. فده مهم جدا. فزي ما بقول لكم التقييم الشخصي ده حاجه مهمه جدا، هتعلمك انك زي ما بقول لكم تبقى عندك سيلف كونشس، تبقى عندك اويرنس او دريان بنفسك، من الاخر بتعرف تقيم نفسك، وفي نفس الوقت انت باصص لنفسك، شايف انت نفسك رايح فين، انت مش تايه، انت مش ماشي في كذا اتجاه، لا انا ماشي في اتجاه واحد. والمستهدفات اللي انا حاططها دي السنه دي والسنه الجايه هتوصلني للهدف بتاعي. انا عايز اخلص الMBA او الماسترز بتاعتي السنه دي، خلاص هيبقى اخلصها. ليه؟ عشان السنه الجايه انا عايز ابقى مترقي، او عايز ابقى مسافر، او عايز ابقى بعمل معادله تانية عشان خاطر اعرف اقدم على امتحان بره، وهكذا. فكلها خطوات بتكمل بعض، فمهم جدا. وانا شايف ان موضوع المستهدفات ده انا بعمله من زمان جدا، من يمكن بعد ما اتخرجت من الجامعه او من وانا في الجامعه. انا شايف ان من غيره كان زماني ما حققتش اي حاجه، كان زماني واقف محلك سر. وزي ما بقول لكم مع مرور الوقت هتلاقي نفسك المستهدفات بتاعتك بقت اكثر واقعيه. اول سنه او تاني سنه بتبقى ستريتشد قوي او اقل قوي من طموحاتك او من قدراتك. فبعد كذا سنه هتبتدي ان انت هتبقى دقيق في المستهدفات اللي انت بتحطها، وفي نفس الوقت عارف الحاجات دي انا المفروض ان انا اجيبها، او المفروض ان انا ازق نفسي ان انا احققها، وهكذا. فيا رب ان انتوا النهارده يعني اي حد لسه ما عملش الاكسرسايز ده او ما عملش الاكتيفيتي دي يعملها. ولو ما كنتش حطيت مستهدفات لنفسك اول السنه، حط لنفسك مستهدفات النهارده. فات 6 شهور بس لسه فاضل 6 شهور تانيين او اكتر شويه، فلسه حتى لو ما ابتديتش وما عملتش اي حاجه، لا نقدر نبتدي النهارده. انا مثلا النهارده خلاص انا قررت عشان خاطر اعرف احقق حاجات اولويه في حياتي، لازم هركز على حاجه او حاجتين بالكتير قوي ال6 شهور الجايين، مع الحاجات اللي انا مكمل فيها الحمد لله وبقت جزء من الروتين بتاعي. في حاجات لازم اركز فيها. النهارده لازم ابطل سجاير، النهارده لازم اخس، النهارده لازم رياضيا في حاجات معينه انا حاططها لنفسي مستهدفات، اعمل 20 عقله مثلا، اعمل 100 ضغط، اعمل مش عارف ايه، اجري كل يوم او امشي كل يوم 10,000 خطوه، اعرف اجري مثلا نص ساعه من غير ما اتعب او انهج، وهكذا. على الجانب المالي حط لنفسك مستهدفات، انا هحوش كل شهر 20%، ده مش اوبشن. انا ما حوشتش اي حاجه من اول السنه لغايه دلوقتي، لا انا هحوش. لو انا لو انا لسه عليا ديون في الكريدت كارد، يبقى لازم في خلال 4 شهور انا هقسم المديونيه بتاعتي على 4 شهور، لازم اكون مسدد المديونيه بتاعتي كلها
وهكذا. عندي في الشغل مايلستونز لازم احققها، تارجتي لو انا واحد شغال مبيعات عندي تارجت لازم اوفر اتشيف التارجت بتاعي او اعدي المستهدفات بتاعتي، وهكذا. عندي تخطيط للسنه الجايه في شغلي، وحاجات كتيره. يعني لو انت فكرت فيها هتلاقي مستهدفات كتيره قوي. خليك بقى ذكي واختار الاهم ثم المهم، خلي عندك اولويات. وزي ما بقول لكم ما تنسوش يا جماعه الجانب الاجتماعي والجانب العائلي، ده جانب مهم جدا، وخصوصا لو انت بتكبر في السن زيي لازم تبقى مهتم جدا بالجانب ده، وخصوصا جانب الاهل والاولاد لازم يبقى جزء من مستهدفاتك بشكل كبير جدا. انا مثلا حاطط مستهدفات ان انا لازم اقضي وقت معين مع اولادي كل اسبوع، لازم اروح معاهم التمارين او تمرينه من التمارين اللي بيروحوها، لازم على الاقل نسافر مع بعض كاسره مع بعض على الاقل مثلا مره كل 4-5 شهور، وهكذا. حط لنفسك مستهدفات. الناحيه العائليه زي ما قلت لكم لازم كل اسبوع اشوف والدي ووالدتي، في الاعياد لازم اعيد على كل اسرتي القريبه، عمامي وخلاني وخالاتي وهكذا. فده مهم جدا. الاجتماعيات يا جماعه مهمه جدا، ده من الناحيه الاسريه. من الناحيه بقى الاجتماعيه الاخرى انا كنت اتكلمت عليها كتير، لازم تحط تارجت لنفسك انك تفضي وقت وانك تتخلص من العلاقات السلبيه اللي بتسبب لك توكسيسيتي او سامه في حياتك، وبتاخرك وبترجعك لورا او بتنزلك لتحت. ولو مفيش بديل ليها ايجابي يبقى استغنى عنها احسن، عدم وجودها افضل لك. زي ما بقول لكم كل ما بتكبر في السن الكواليتي بتبقى اهم من الكوانتيتي، فدي مهمه جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه او من الكلام اللي انا بتكلم عليه وثبتكم الحلقه. يا ريت تعملوا لايك وشير، ولو لسه مش مشتركين في القناه تشتركوا، واللي عنده اي تجارب شخصيه يا ريت يكتبها لي في الكومنتات ويشاركها معانا.